عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير وفي احسن حال. رجعت لكم تاني في فيديو جديد، فيديو مشترياتي من شي ان. جبت حاجات كتير حلوه جدا، وبالنسبه لي انا شي ان مميز بالاكسسوارز بالنسبه للاسماء، فجبت حاجات كتير في الاكسسوارات مناسبه للصيف ومناسبه للمصيف، الوان مبهجه وحاجات كتير شكلها حلو مش بلاقيها في المحلات بره، وكمان كام حاجه. فتابعوا معايا الفيديو لاخره. وكمان نسيت اقول لكم ان انا هوريكم اول هديه تجيلي في عيد ميلادي، بما ان شهر 6 هو شهر عيد ميلادي، بس طبعا لسه في اخر الشهر عيد ميلادي، فدايما بيجيلي اول هديه في عيد ميلادي في اول الشهر من حبيبه قلبي هي مامتي. فيلا تابعوا معايا الفيديو لاخره، ويلا بينا نبدا الفيديو. اول حاجه هبدا بيها هي هديه عيد ميلادي، لاني فرحانه بيها جدا ومبسوطه، وهي شنطه. ماما جابت لي شنطه ولونها بالنسبه لي جديد وكان نفسي فيه، وكمان الحجم بتاع الشنطه مش عندي خالص. فده شكل كده الشنطه، هي بيبي بلو. الكواليتي بتاعتها حلوه جدا جدا زي ما انتم شايفين، شكلها وخامتها تحفه قوي. ده كده من جوه شكلها، ده كده حجمها. تعالوا نفتحها كده سوا مع بعض. ده كده شكلها من جوه. تمام، هي كبيره على فكره، تاخد الموبايل ومفاتيح وميك اب وكل حاجه، يعني تاخد كل الحاجات الاساسيه بالنسبه لي. سوستتها عجبتني جدا، والخامه بتاعتها نظيفه جدا جدا بصراحه، عجبتني. ده كده شكل السوسته بتاعتها، وبيجي معاها 2 ستراب، واحد كده ده شكله، وبيجي ده شكله اللي هو التاني ده، وده طبعا طالع موضه وجميل قوي. فهي لذيذه قوي لما تتلبس كروس كده زي ما انتوا شايفين كده، تبقى حلوه قوي بصراحه، عجبتني جدا. شكرا يا مامتي، بجد حلوه قوي ومبسوطه بيها. ودي اول هديه عيد ميلاد تجيلي. دول الحاجات اللي انا جبتهم من شي ان. هنفتح بقى حاجه حاجه كده مع بعض. هنفتح هو كان على اوردرين، الحاجات دي على اوردرين. وطبعا علشان السؤال المعتاد، بتجيبي منين حاجه شي ان؟ بجيبها من على صفحه خديجه، اللي انا من اول يوم اتعاملت معاها ما بطلتش ان انا اتعامل معاها. وهسيب لكم لينك الواتس بتاعها، علشان لو حد حابب يتواصل معاها يطلب حاجه. بتجيب الجوي في خلال 15 يوم حسب الدنيا ماشيه معاها ازاي، 15 20 يوم، والبري بيبقى في حدود 25 يوم 30 يوم. فيلا بينا، خلينا ندخل كده في الحاجات اللي انا جبتها. انا جايبه حاجات للبيت، وجايبه حاجات لولادي، وجايبه حاجات في الاكسسوارز. فيلا بقى عشان انا رغيت كتير. اول حاجه هبدا بيها ده مفرش للسفره. بصوا هو شكله صغير كده، بس هو خامته عامله زي الخيش كده، مش خيش، مش عارفه خامته عامله ازاي. هي خامته لذيذه قوي، هحط لكم صورته عشان تبقى فاهمين هو ايه. مبدئيا الحاجه اللي هلاقيها هتلاقوني حاطه صورتها والكود بتاعها تبقى موجوده. الحاجه اللي هتلاقوني بتكلم عنها بس مفيش ولا صوره ولا كود ليها هتبقى سولد اوت، مش موجوده على الموقع. تاني حاجه جبتها هي الحامل بتاع الموبايل كده، ده كده شكله تمام. كان شكله عجبني قوي على الموقع وكده، بس صراحه لما وصلني الكواليتي بتاعته وحشه جدا، ما انصحش حد بيه. الكواليتي بتاعته ضعيفه، يعني اللي هو مش حاجه قويه يعني علشان اقول لكم عليه وبيتركب وبتاع. هو بس شكله كيوت كده، لكن الخامه بتاعته بلاستيك ضعيف قوي، فما حبيتهوش قوي بصراحه. بعد كده جبت الفرشه دي لولادي، علشان وهم بره كنت عايزه اجيب فرشه تكون صغيره بتتقفل كده، فدي شكلها عجبني، لذيذه قوي على الموقع. ده كده شكلها وبتتفتح كده، دي الفرشه وفيها مرايه، فلذيذه قوي تبقى جوه الشنطه يعني. وكان سعرها بسيط تقريبا 70 80 جنيه حاجه كده يعني، فحسيتها لذيذه قوي ليهم يعني. خليني اوريكم كمان دي عشان ما انساهاش، لانها لوحدها كده بره. دي ايه؟ دي كده حاجه للعربيه. بصوا دي بتتركب كده في الكرسي اللي ورا، هحط لكم صوره ليها عشان تفهموا. بتحط هنا مناديل، تمام، وهنا اي حاجه بقى انتوا حابين تحطوها، عصاير، تاب، اي حاجه حابين تحطوها للي قاعد ورا. وكمان هنا في مكان يعني، فحبيتها قوي ان هي بتتربط كده في الكرسي، وتبقى قدامهم كده اي حاجه هم حابين يحطوها يعني. بعد كده جبت الحاجه اللي انا كنت في انتظارها بصراحه، جبت الباك الشهيره دي اللي هي بتاعه الفرش. بصوا شكلها عجبني قوي، حجمها صغير جدا قد كف الايد كده، وفيها 10 فرش، وبصراحة عملية جدا جدا للشنطة بتاعت ايدك وللسفر. ده كده شكلهم
بصوا دي بتيجي، بصوا حجم الفرشه عامل ازاي، حجمها صغير قوي بس لذيذه، وشعرها ناعم قوي شبه بتاعه ريال تكنيك. بصوا حجمها حلو قوي ولذيذ وناعمه قوي قوي ان هي يتحط بيها الميك اب في السفر. وكمان الفرش بتاعه العين حلوه قوي وحجمها لذيذ قوي. كده جبت لولادي شنطتين، كنت حابه جدا ان هما يبقوا ليهم شنط يعتمدوا على نفسهم فيها، يحطوا الحاجات المستلزمات بتاعتهم اللي بنحتاجها بره، الوايبس الصغيره، المناديل، الفرشه زي اللي انا وريتها لكم، النضارات بتاعتهم، الحاجات الصغيره دي بحيث ان هما يبقوا عارفين مكانها يعني وتبقى ليهم. فانا جبت دي لسيفو، شكلها حلو، حجمهم حلو قوي، يتلبسوا باك كده شكلهم خطير، والكواليتي بتاعتهم حلوه سهل انها تتنضف يعني. بصوا دي شكلها كده، جبت لهم الحاجات الرسومات اللي هم بيحبوها. دي كده اول واحده لما بتبقى باك كده بتبقى عسل قوي. ودي تاني واحده بتاعه زيزو، برده شكلها عجبني قوي، عليها رسومات فضاء كده والخامه بتاعتها حلوه قوي. هحط لكم طبعا صور كل حاجه زي ما قلت لكم لو انا لقيتهم موجودين يعني. حجمهم لذيذ قوي والولاد فرحوا بيهم جدا جدا، وهبقى اعمل لكم ريل على انستجرام الحاجات اللي هم يحطوها وتبقى عمليه بالنسبه لهم وهم بره في النادي في الحاجات دي. فدول كده شكلهم وحبيتهم قوي. بعد كده جبت حاجتين في اللبس، حاجات كده بسيطه يعني، بس مبسوطه جدا ان هم وصلوني. اول حاجه جبت البادي ده، بصوا هو بيبقى شفاف كده بس من هنا كده الكم بتاعه شكله خطير. عايزه اوريكم الكم بيبقى على الايد عامل ازاي، شكله تحفه. بصوا الكم عامل ازاي هنا، وهو فيه زي حاجات بتلمع كده، فشكله خطير قوي بصراحه، عجبني جدا. ده ليه ستايل كده في دماغي، فجبته شفاف كده بس بصراحه كان كنت محتاجاه قوي، كنت محتاجه واحد. وكمان جبت واحد شبهه يعتبر بس فيه ستراس، مش جليتر منه فيه، لا هو فيه ستراس كده. فطلع شكله تحفه وخامته خطيره، خامته حلوه قوي. بصوا الشكل اصلا، بصوا الاستراس بقى اللي فيه كده ده في اي مناسبه يبقى خطير بجد، وخامته جميله قوي قوي قوي. والحاجات دي ما كانتش غاليه، فانا جبت منهم الشكل ده والشكل ده ومبسوطه بيهم جدا. لحد هنا بقى وهندخل على كل الاكسسوارز اللي انا جبتها بالوانها واشكالها. اول حاجه جبت ساعه، انا بحب جدا جدا الساعات بتاعت شي ان اللي انا لابساها دي من شي ان، وتقريبا معظم الساعات اللي انا بطلع بيها من شي ان الالوان والكواليتي بتاعتهم حلوه جدا، وكمان الاسعار بتاعتهم نفس بره، بس انا ما بلاقيش بره الاشكال اللي انا بلاقيها على شي ان، عشان كده بطلب منهم. بصوا دي جايه لي في علبه كده، والعلبه متغلفه كويس قوي، وهي نفسها في كيس. تعليب ممتاز وشيك قوي بصراحه. فكنت عايزه حاجه على بيج، والخامه بتاعتها والجلد بتاعها خطير بصراحه. يا رب تبقى واضحه معاكم كده. بصوا ده كده شكلها الساعه ولونها وشكلها حلو قوي قوي بصراحه، عجبتني، وخامتها لطيفه قوي، خامتها كويسه كده. جبت شنطه سواريه، كنت عايزه حاجه على سيلفر كده ويكون شكلها مناسب للافراح. فالشنطه دي مشهوره قوي على شي ان، وبصراحه عجبتني جدا. هي ما بتبقاش مفروده كده، هو ده شكلها وهي مفروده، وهي بتتضم كده بالشكل ده، فبيطلع شكلها لذيذ قوي قوي في اللبس وخطيره الصراحه، عجبتني قوي. بصوا ايه رايكم؟ حلوه قوي بصراحه، عجبتني جدا. هحط لكم شكلها برده وهي منفوخه كده، هي ليها عدله كده وبيبقى شكلها لذيذ قوي، فيها ستراس كده خطيره الصراحه، عجبتني جدا. وهي كل ما تجيلي مناسبه اقعد ابص على الشنط الاقيني بخرج بالشنط الصغيره العاديه اللي هي بس حجمها صغير، فما عنديش اي حاجه تبقى يعني تنفع لمناسبه، فدي حبيتها جدا جدا. هي والشنطه الخرز اللي وريتها لكم الفيديو اللي فات بصراحه كانت جميله قوي، لما بتتفرد بتبقى كده، والسوسته بتاعتها حلوه قوي، وكمان تشيل حاجات كتير، موبايل، مفاتيح، الروج، الحاجات دي يعني. مش بقى على الحاجات بقى ايه بتاعت الصيف والالوان الجميله بقى. اول عقد جبته، انتوا عارفين انا بحب العقاد قوي 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 على شي ان، جبت الاحمر العنب ده. بصوا الشكل بتاعه وبصوا التفاصيل بتاعته عامله ازاي، خطير. وعلى فكره احمره على الحقيقه احلى من الكاميرا، لان الكاميرا مدياله فاتح شويه، بس خطير. بصوا يليق قوي قوي على اللي انا لابساه. ما رضيتش البسه، كنت هلبسه اصلا بس ما رضيتش غير لما اوريه لكم الاول. شكله خطير قوي وتقيل كده، قيم قوي، قيم جدا برضو. قولوا لي رايكم. تاني عقد لون مش عندي ومبسوطه بيه جدا جدا، هو العقد الاخضر ده، خامته خطيره، خامته تحفه. بصوا شكله عامل ازاي، بصوا اللي هنا ده اصلا خشب، اللي هنا ده كده خشب،
وبصوا بقى تفاصيل العقد عامله ازاي ولونه عامل ازاي، خطير بجد، ولونه تحفه وشكله خطير بجد، عجبني قوي. تفاصيله على الحقيقه احلى كتير من التصوير يعني، وانا شايفاه هنا غير وانا شايفاه في الكاميرا، بجد تصوير الشكل بتاعه على الحقيقه احلى بكتير. واللون ده عجبني قوي وصيفي كده، عارفين انتوا بقى ايه على الفساتين في المصيف على البحر كده، تاخدي سيشن بقى محترم والناس كلها تقعد تقول لك منين العقد منين العقد عارفين كده، من شي ان يا جماعه. لقيت واحد وبرده لون جديد مش عندي، يعني عندي اللون بس مش بنفس الدرجه دي ولا نفس طبعا الماتيريال. اللون الاورنج خطير، بصوا حجمه اصلا عامل ازاي، وبيجي معاه تقريبا بيجي معاه حلق، طبعا الحلق ده مش هيتلبس يعني. بس العقد ده شكله مشهور قوي على شي ان، وليه الوان كتير بقى، كل واحد وذوقه، في الازرق في اللبني والاخضر والاصفر والفوشيا، في الوان كتير، بتهيألي ناس كتير منكم عارفين. لونه ظريف قوي بالنسبه لي برده، حلو قوي، شايفين شكله عامل ازاي، حلو قوي مع التايجر على فكره، شكله حلو وتفاصيله جميله واللون بتاعه عاجبني قوي. ده كده في ستايل ليه، هبقى اوريهولكم واشاركه معاكم على انستجرام، علشان انا جايباه لسالوبيت كده، شكله هيبقى لذيذ قوي قوي مع الاوتفيت ده يعني. بعد كده العقد التاني اللي بعد كده يعني مش عارفه رقم كام، ده لون محدش بيختلف عليه، اللون الفيروزي الفظيع اللي مفيش فيه غلطه، بجد حلو قوي. بصوا الدرجه ده برده بيجي معاه حلق، بس الحلق بتاعه برده مش هيتلبس يعني قوي، الحلق اللي هو ده كده شكله. بصوا بقى شكل العقد ده عامل ازاي، يحسوه حاجه كده قيمه، بصوا الشكل قيم قوي قوي قوي، والخرز اللي فيه رهيب رهيب بجد، حلو قوي قوي، عجبني. اتمنى يكون واضح وتكونوا شايفين حتى السلسله بتاعته عامله ازاي، جنزير وجايه، بصوا الشكل خطير بجد خطير. انا هستنى رايكم بالذات في الاكسسوارز، لان انا دايما بحب اجيب الاكسسوارز من على شي ان وبتعجبكم، فقولوا لي رايكم علشان لو انتوا حابين يعني تجيبوا وتطلبوا تشوفوا الحاجه على الحقيقه اهو. ده عاجبني قوي بجد، عايزه البسه على فستان ابيض، ده هيبقى خطير. الخلخال ده هو يمشي خلخال ويمشي ونسيال، ده كده شكله عجبني قوي الصراحه. اكتر حاجه عجبتني فيها اوريها لكم دلوقتي، اللي هي الريش ده، انا بحب قوي الريش ده، انا بحب قوي الحاجات اللي هي دي كده، دي بحس ان هي صيف قوي ومصيف قوي، وهو عجبني قوي. بصوا التفاصيل بتاعته، انا عايزاكم بس كده تبصوا على التفاصيل بتاعته. بصوا هو جنزير كده، بصوا البتاعه دي خطيره، اللي هي دي كده خطيره خطيره، عجبني قوي قوي، شكله جميل سواء في الايد او في الرجل هيبقى خطير، والالوان بتاعته مبهجه قوي، الالوان كلها سيف. بعد كده جبت مجموعه كده من الخواتم، ده كده شكلها هبقى احط لكم صورتها، بس خايبه امل بصراحه، لان واحد بس اللي جاي على مقاسي والباقي لا يتعمل عقله، الباقي يتعمل عقله كده، بس هوريكم الاشكال بتاعتهم. ده كده اول واحد، مش عارفه يبقى واضح بقى ولا لا، وده كده تاني واحد مفرغ، هو ده اللي جاي على مقاسي، والتالت صغير خالص، ده كده شكله. هما المفروض كنت جايباهم كستايل يتلبسوا 3 جنب بعض، بس واحد اللي داخل في ايدي والاتنين التانيين جايين عقله، فبس هما بيتوسعوا يعني، ممكن يتوسعوا ويدخلوا، بس هيبقوا ضيقين كده فاهمين، فمش هيخسروا يعني. احلى حاجه فيهم ان هما مش بيصدوا ستانلس ستيل، فدي حاجه كويسه مش هيصدي. بس هي دي كل الاكسسوارز وكل الحاجات اللي انا جبتها من عند شي ان، يا رب تكون عجبتكم. هستنى رايكم في الاكسسوارز، وان شاء الله في برضو فيديوز تانية هتكون مشتريات من ترنديول، ان شاء الله اعملها لكم قريب باذن الله. واتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه ولو بحاجه بسيطه، وان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو تاني جديد قريب، مع الف سلامه.